يبدو أن هناك أيضا تشاور وما زال باب الدبلوماسية مفتوح بين الجانب الإيراني والقاهرة. طلعنا أكثر على طبيعة هذا التنسيق. هو نفس الترجيح الذي تحدث عنه نضال، أن القاهرة ترى أن الحل الدبلوماسي هو الخيار الأفضل للمنطقة ولحل هذه الأزمة. الاتصالات المصرية مستمرة سواء مع الجانب الإيراني أو مختلف الأطراف. اليوم أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا بنظيره الإيراني، اطلع خلال هذا الاتصال على آخر المستجدات المتعلقة بالملف التفاوضي، خصوصا الاجتماع الأخير في جنيف. هذا الاتصال هو الاتصال الثاني خلال هذا الأسبوع، وربما بات من الصعب إحصاء عدد الاتصالات التي تجريها مصر سواء مع الجانب الإيراني أو حتى مع الأطراف المختلفة لمحاولة تحقيق التهدئة وإحداث تسوية توافقية بين الأطراف المعنية. خلال هذا الأسبوع أجرى وزير الخارجية المصري اتصالات مع كل من إلى جانب إيران، مع نظيره العماني، وأيضا مع الجانب الأمريكي ممثلا في ستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وكذلك مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه الاتصالات هي مستمرة خلال هذه الفترة الماضية في محاولة لتغليب الحلول الدبلوماسية والحفاظ على المسار السياسي لحل هذه الأزمة. القاهرة تحاول أن تعمل كظهير دبلوماسي لهذا المسار السياسي والتفاوضي والحفاظ عليه، فإنها ترى أنه لا حلول عسكرية لأي من أزمات المنطقة. هذا الملف حاضر بقوة في الاهتمام السياسي والدبلوماسي المصري. أيضا الرئيس المصري خلال هذا الأسبوع كان قد أكد خلال لقائه بولي العهد السعودي أهمية خفض التصعيد في المنطقة، وكذلك تم الحديث عن الجهود المصرية في هذا المسار. القاهرة ترجح الخيار الدبلوماسي ليس فقط من رغبتها في يعني تغليب الدبلوماسية وحل الخيار السياسي وكذلك السلام في المنطقة، ولكن كذلك إنها من أكثر المتأثرين ربما في المنطقة بحدوث أي توترات، خصوصا حال حدوث أي اقتتال سوف يؤثر ذلك على الأمن والسلم في المنطقة وكذلك على الاقتصاد، وهو أمر هام جدا بالنسبة لمصر. شكرا جزيلا لكما محمد محي الدين مراسلنا من القاهرة، ونضال لكنعان